عالية داخل منطقة الجزاء، رأسية وجول. جول جول. مايوكا من حقه أن يفرح تماما. قمة الفرحة، قمة الإثارة، وقمة العدل والإنصاف في كرة القدم. من المرات القليلة والنادرة أن تكون كرة القدم عادلة ومنصفة. هذه الكرة وزامبيا تستحق التقدم بالفعل وسط اختراق لدفاعات أسود الترانجا. الكرة العالية ورغم الأطوال ورغم يعني عواميد النور والزرافات في المنتخب السنغالي، ورغم ذلك فريق الأقزام، فريق قصار القامة الزامبي، يسجل بضربة رأس، يهز شباك كوندول وشقلباز وحركات أكروباتية، ومن حقه فرحة جنونية طبعا. هذا كرة على الأرض فيها استغلال للسرعة. شوف السرعة هنا، وشوف التغطية اللي احنا بنقول عليها، مفيش الالتزام. بص المساحة اللي هي بين المساك والباك العكس عاملة ازاي، في اختراق من العمق هو اللي احنا بنقول عليه. شفت الكور البنية اللي احنا بنقول عليها بقى، اللي هي بين المساكين وبين الجناب، مفيش تفاهم خالص، فده ادى اختراقات زامبيا من العمق كتير جدا. الدفاع السنغالي ليس بالسريع، وربما كان على المدافعين ان يتحدثوا مع وسط الميدان، مع اللاعب وسط الميدان كموساسو. فبالتاكيد هذا ما دفع فريق السنغال او خط الدفاع الى قيام. رمية التماس تتلعب من ساني، عالية من ندوي، وكرة جول. دا من دوي يسجل أول الأهداف، يعيد المنتخب السنغالي إلى المباراة ويحيي الآمال من جديد. يعود أسود الترانجا من بعيد، وقبل أن ينتهي اللقاء بأقل من 18 دقيقة يعود دامندوي. استلام رائع وتسديد أروع بالقدم اليمنى تأخذ طريقها فورا إلى شباك كينيدي مويني. 2-1